دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران إلى وضع حد للانتظارية السائدة في البلاد جراء تعثر المشاورات الحكومية وعدم تمديد فترة الفراغ الحكومي القائم من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة المرتقبة. وأكد مستشاران الملك عبد اللطيف المنوني وعمار القباجي خلال لقائهما بابن كيران بتعليمات من الملك محمد السادس أمس السبت حرص الملك على أن يتم تشكيل الحكومة في أقرب الآجال. وأبلغ مستشاران الملك خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة ابن كيران بانتظارات الملك وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وجاء تدخل الملك لتنبيه ابن كيران إلى التبعات السلبية للتأخير في الإفراج عن الحكومة الجديدة بعد فشل رئيس الحكومة المكلف في حلحلة ملف المشاورات ودخول الأزمة الحكومية شهرها الخامس، وهو ما نتج عنه تعطيل المؤسسات في مقدمتها مؤسسة الحكومة والبرلمان. كما يأتي لقاء مستشاري الملك بابن كيران في وقت تنامى فيه غضب الفاعلين السياسيين من انتظارية ابن كيران جراء المنهجية العقيمة التي اتبعها في المشاورات والتي لم تثمر أي نتيجة، بل أدخلت البلاد في فراغ حكومي وبرلماني عوض اعتماد بدائل وحلول ناجعة وكفيلة بحل عقدة الحكومة. وأصبح ابن كيران مطالبا بالتحرك بعد لقائه بمستشاري الملك، ويرتقب في هذا الصدد أن يباشر لقاء حاسما بداية الأسبوع الجاري مع رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بهدف الوصول إلى توافق وتسوية نقط الخلاف بينهما، خاصة فيما يتصل بإشراك الاستقلال في الحكومة الجديدة.